إيشان واحد الدري صغير ما كيعرفش يقرا، وديما المعلمة كتخرجو. واحد النهار المدرسة عيطوا على والديه وقالوا لهم صافي، هذا جهدنا على ولدكم. الدري مسكين ما كانش حمق، ولكن كان غير كيشوف الحروف مقلوبين، كان خاصو يشوف شي طويل. ولكن والديه كان عند بالهم هادوك غير الفشوش الخاويين، والدري غير ما بغاش يقرا. وصيفطوه لواحد المدرسة داخلية. الدري بقى تيبكي بزاف وطلب مو، قال لها عافاكي غير خليني غنبدا نتعلم نقرا. مو ما بغاتش، قالت هادوك هما اللي غيقبضوا عليه. موراها هشام مشى لديك المدرسة الداخلية وتعقد وديبريسا بزاف، عند بالو والديه خلاوه ومبقاوش باغينو، مبقاش كاع كيضحك. المعلمين كانوا قاصحين معاه حيت ما كيعرفش يقرا. حتى لواحد النهار جا واحد الأستاذ جديد للمدرسة، كان كيقريهم الرسم. الدراري كلهم كانوا فرحانين بيه وكيغنيو وناشطين من غير إيشان. المعلم مشى قلب على إيشان وعرف الحالة ديالو، ومشى باش يشوف والديه، وعرف بلي إيشان كيعرف يرسم ومزيان بزاف. فاش رجع المعلم للمدرسة كتب الحروف مقلوبين في السبورة، وقال للدراري قراوهم، حتى واحد ما عرف يقراهم من غير إيشان. المعلم قال للدراري شوفوا، هادشي راه عادي، حتى أينشتاين كانت عنده هاد الحالة هادي، هادشي ماشي شي حاجة ويقدر زعما يداوى. موراها إيشان بدا كيرتاح مع المعلم، والمعلم بدا كيعلمو باش يكتب مقاد، وداكشي غير يبلاد. وإيشان بدا كيعرف يكتب مقاد وولا كيعرف يقرا مزيان. في الآخر العام المدرسة دارت واحد المسابقة ديال الرسم، وإيشان فاق الكري وتقاد وخرج باش يشم شوية ديال الهوا. موراها رجع ولقى كلشي بدا كيرسم، وهو جا هو الاخراني. ومشى شد واحد البليصة تقنت فيها وبدا كيرسم، وسالا هو الاول، وصدق إيشان هو اللي ربح. وشاف والديه والمدرسة كلها كانت فرحانة بيه، وأول مرة يفرح بيه شي حد. وإيشان فرح بزاف. ما فين غادي يسالي الفيلم، يلا تهلا.